بونسوار شيرات. اليوم جبت لكم كريمة الطبخ او لا كريم ليكيد، كريمة سائلة للطبخ. هذه الصغيرة دير 14 ميل. انا خدمت لكم كونتيتي هذا البقال بطريقة سهلة ويشد لكم مدة 10 ايام في الفريجيدير وانتم تستعملوا فيه. بما انه كل شيء راه غالي نخدموا صوالحنا في الدار ونكونوا عارفين شافيهم ويشدوا لنا مده طويله. وصفه سهله، شوفوا كيفاش تجي نفسها اللي تنباع. ما من الذوق تجي بنينه بزاف وتستعملوها في كامل انواع الطبخ تاعكم ما عدا الحلويات. خليكم على فيديو وفرجه ممتعه. نبداو بسم الله الوصفه تاعنا. الحاجه الاولى غادي نسحقوا نص كاس تاع الزيت مع نص كاس تاع حليب عادي من الفريجيدير، ونص مغرف صغيره ما تكونش معمره بزاف تاع لا مطعود، هذه تقدروا تستغناو عليها. رشه تاع الملح ما تكتروش، مع 3 حبات تاع فرماج، وقطعه تاع زبده. اللي عندها زبده حيوانيه تاع العرب من الافضل دير، واللي ما عندهاش دير زبده عادي قد مغرف صغيره. ونجيبوا الميكسور تاعنا ونبقاو نميكسو ونطلعو، ما تبقاش تدوروا، ميكسو وطلعوا. الا شفتوا الكريمه تاعكم قعدت لكم خفيفه بزاف تقدروا تزيدوا الزيت وتميكسو كيما المايونيز، كيما من نخدموا المايونيز. دروك نحتاجو فرomاج ريجيم، جبن طازج، واللي ما عندهاش جبن طازج تقدر دير ياغورت ناتور. ونعاودو نزيدو نميكسوه مليح. وهذا هو القوام اللي تحصلنا عليه، ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش ثقيله، كيما اللي تنباع تماما. هذاك تجي خير منها، يجي فيها بنه شابه وتقدروا تستعملوه في كاع المملحات تاعكم، كاع اي حاجه، اي طبخ مالح. ما تستعملوهاش في الحلويات خاطر هذه ما تطلعش. هذه كيما هذه هي نفسها. دروك طريقه الاحتفاظ بها، نجيبوا علبه زجاجيه تكون معقمه ونعمروها فيها، تشد لكم مده 10 ايام في الفريجيدير. ما ديروهاش في الكونجيلاتور، تجي تبقى في الفريجيدير مده 10 ايام. شوفوا شحال دارت لي، الله يبارك. وشوفوا هذه قداش وهذه هي الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوش ديروا جيم وابوني.